اهلا بيكم. يلا بينا نبدأ مع بعض مع اول objective او اول activity من الاكتيفيتيز بتاعه التست بروسيس. تمام. الا وهو التست بلاننج. الكلام اللي انا هشرحه ده مش موجود في شويه الكلام اللي هو كاتبهم هنا، بس يعني للعلم بالشيء، لان احنا هنعرف الكلام ده بالتفاصيل في شابتر 5.1. افهم اللي انا هقوله لك واركنه على جنب عشان نحتاجه بعدين. ايه هو التست بلاننج؟ باختصار، هو المرحلة اللي احنا بنحط فيها البلان الكاملة لعملية التستنج، وبنجاوب فيها على شوية أسئلة. من ضمنها، احنا هنعمل تيست لإيه؟ طب هنعمله تيست ازاي؟ طيب مين اللي هيتست؟ طيب امتى هنبدأ وامتى هنخلص؟ طب ايه التولز اللي هنحتاجها؟ ايه الريسكس؟ ولو واجهتنا ريسكس معينة هنتصرف ازاي؟ يعني بمعنى أصح أو بصورة أوضح، هو عبارة عن الرود ماب، تمام، اللي بنحطها للتستنج تيم. طيب هل في حد معين بيعمل التست بلان؟ التست بلان بيتم عملها من خلال التست مانجر. ده في يعني بصورة عامة in general التست مانجر هو اللي بيعمل التست بلان، او التيم ليد، او لو في مثلا سينيور تيستر مثلا هو اللي بيعمل التست بلان. بس لو في شركة صغيرة مثلا او فريق صغير ما فيهوش تيست مانجر، ممكن يعملها الكيو انجينير العادي، بس يكون عنده خبرة كافية علشان يعمل تيست بلان او يدرس، يحاول يشوف تمبلت يفولو ات او يفهمها وكده. طب امتى بنعمل التست بلان في المشروع؟ بيتعمل في مرحلة البلاننج، اللي هي قبل اصلا ما بيبدأ موضوع التستنج الفعلي، وبيكون بعد ما نعرف الريكويرمنتس بتاعتي وقبل ما نبدأ ان انا نكتب تست كيسز او نشتغل على التست اكسكيوشن بتاعي. التست بلان يا جماعة مش حاجة ثابتة، هو بنعمل له تعديل مع الوقت. تمام، لو حصل اي تغيير في المشروع بنغير فيه عادي جدا. ده باختصار موضوع التست بلاننج. والفيديو الجاي هنخش على التوبيك اللي بعده او الاكتيفيتي اللي بعده.